السرطانات الجينية تشكل حوالي 2 إلى 3%. لذلك فإن الغالبية العظمى من السرطان مرتبطة بسرطانات غير جينية، لذا لا نحتاج للقلق بشأن السرطانات الجينية، فهي بالكاد تشكل حوالي 2 إلى 3%. إذا كان هناك شخص في العائلة مصاب بالسرطان، خاصة عندما يكون في سن صغيرة، فإننا نقلق ونجري لهم اختبارات لبعض الجينات لفهم ما إذا كان السرطان مرتبطا بالجينات أو سرطانا جديدا. ثم سننظر بالتأكيد في طفرات بيوسيتي في أجسامنا، وأيضا في الورم لديهم ميل أكبر لتطوير سرطان الثدي وسرطان الرحم وسرطان المبيض، لكن لديهم ميل أعلى مقارنة بالمستمع الروتيني أو المستمع العام، لذا يجب أن تكون على علم بذلك. وهؤلاء الأشخاص يجب أن يخضعوا لفحوصات منتظمة على فترات متكررة بعد سن 35.